السلام عليكم. أعلنت الفنانة نشوى مصطفى إن هي أصيبت بكورونا، وبتدعو الناس إن هم يدعوا لها بالشفاء، وهي دلوقتي في المستشفى. على العموم نشوى مصطفى يعني من مواليد 15 أكتوبر 68، يعني عندها 52 سنة، من القاهرة. اتخرجت من جامعة عين شمس. عندها مريم عبد الرحمن. بتطالب الناس اللي هم قابلوها في الفترة اللي فاتت أو سلموا عليها أو اتقابلت معاهم للوقاية إن هم يعملوا تحليل علشان خاطر يعرفوا عندهم كورونا ولا لأ. وهي إن شاء الله بتطلب الناس إن هم يدعوا لها، وربنا يشفيها إن شاء الله، ويشفي جميع المرضى من هذا المرض. شكرا. يا مدام نشوى، اهلا بيكي. اهلا يا استاذ وائل، ازي حضرتك؟ ان شاء الله تقومي بالسلامه. انا عارف ان شاء الله تقومي بالسلامه، وانا بس بنطمن عليكي. قولي لي الحاله ايه دلوقتي؟ انا حضرتك زي ما انت عارف آه انا عرفت ان انا عندي كورونا يوم الثلاث اللي فات. كان عندي اعراض من يوم الخميس اللي قبله، كنت فاكراها برد عادي، وابتديت اخد مسكنات كده خفيفة، مخفضات حرارة. كانت الامور ماشية. الحياة ابتدت تنط جدا يوم الاثنين، ألم لا يحتمله بشر في جسمي كله وفي صدري. وبعدين ولادي جابوني دكتور في البيت. الدكتور طلب أشعة مقطعية. نزلنا عملنا أشعة مقطعية، اكتشفنا الثلاث إنها كورونا. الدكتور كتب لي بروتوكول علاج خاص بي، يعني ما عملنيش حاجة خالص، بالعكس ابتديت أتعب أكتر. ولادي جابوني دكتور تاني كتب لي بروتوكول تاني، ما عملنيش حاجة برضو. ابتديت أتعب أكتر. ابتدى وشي يزرق وشفايفي تزرق، ما كناش، وتنفسي مش قادرة أتنفس، مش قادرة أخد نفسي. نزلوا يلفوا على مستشفيات، كلهم رفضوا، قالوا ما بناخدش كورونا. فابني كلم شكاوي رئاسة الوزراء، جاب الرقم من جوجل واتصل قال لهم أنا والدتي حالتها صعبة وعندها كورونا. في نفس الوقت بنتي اتصلت ب105، قالت لهم أمي بتموت وعندها كورونا. الاتنين الأسئلة اللي سألوها عندها كام سنة ورقمها القومي كام. محدش سألهم مهنتها ايه، يعني ما عرفوش ان انا بشتغل ممثلة. والاتنين سألونا تحبوا عربية اسعاف ولا تقدروا توصلوها، فقلنا عربية اسعاف. في نفس اللحظة دي كان أشرف زكي بيحاول يتواصل معايا لما كتبت الاستغاثة.
كلم ابني وقال له انا انا هقول لك اول ما عربيه الاسعاف تيجي تنزل ماما. خلال ساعه عربيه الاسعاف جت. جيت هنا مستشفى العجوزه. عايزه اقول لحضرتك انا مع ناس هنا من اهل الجنه العاملين بمستشفى العجوزة. دول أهل الجنة، دول ينجوني من الموت. الناس هنا من أقل عامل نظافة وتعقيم للسيد طارق مدير المستشفى محسسني ان انا ابسط حاجه وان انا ان شاء الله هخف ان شاء الله. وبيطمنوني. الناس هنا، عارف حضرتك اكتشفت ايه؟ بيقعدوا 14 يوم ما يشوفوش بيوتهم. عزل تام. ستات كتير، الحكيمات والطبيبات والأطباء والممرضات مقيمين ما بيطلعوش، كأنهم في سجن. يعني ده عزل. بقول لهم ما بتشوفوش ولادكم؟ قالوا لي لا، بناخد 14 يوم. 14 يوم هناك. عارف حضرتك يعني ايه ناس بتأذي، ممكن تأذي نفسها علشان انا اخف وغيري. وانا ليا هنا بقى جارات مريضات برضه. كلهم بيدعوا من قلوبهم. الدكاترة والممرضين الابتسامة على وشوشهم وما بيكلوش. امبارح كانت حالتي اتحسنت شوية. الساعة 4 الصبح درجة حرارتي فجأة وصلت 39.9. الدنيا اتقلبت. وقفوا كلهم يعملوا لي كمادات ويعلقوا لي محاليل. نشوى انا مش عايز يعني انت مش محاليل اللي هي السخونية. رفعوا لي الأكسجين. أنا جاية هنا الأكسجين كان 84. وده رقم خطر. أنا الأكسجين دلوقتي بيوصل ل91 و92 و94. أنا بس صدري، لأن أنا عندي مشاكل شوية في الرئة من الأول، وعندي سكر. فدول مشكلة تانية. عايزة أقول حاجة يمكن الناس تستفيد. اتفضلي. أنا أهملت. أنا في الأول أول ما كورونا ظهرت كنت ملتزمة جدا جدا. ما كنتش بقلع الكمامة وما بتحركش من البيت نهائي غير للضرورة. وعلى طول صابونة في شنطتي حتى لو اتحركت، صابونة وكحول. أهملت بقالي حوالي 3 أشهر. بقى حتى جوزي يقول لي يا نشوى معاكي سانيتايزر في شنطتك؟ أقول له وأنا ما معيش. يقول لي فين الكمامة بتاعتك؟ أقول له في الشنطة. وبقيت أخرج أروح سوبر ماركتات، أروح أشتري الخضار بنفسي، أشتري العيش، أشتري حاجات بيت يعني. من غير ما يهمني في أماكن بقى زحمة مش زحمة بقى، يعني ما يهمنيش. وما كنتش متخيلة
إن ألم الكورونا بالدرجة دي، أمال سكرات الموت هتبقى عاملة إزاي؟ ألم. انت الالم من الواضح كان جامد جدا يا نشوى، الى حد انك بتوصفيه انه زي سكرات الموت يعني. أنا ما شفتش لسه سكرات الموت، بس أنا بقول لا أمال وان شاء الله سكرات هتقومي الموت. بالسلامه يعني. ادعي لي بس يا أستاذ. لا 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 ادعي هتقومي لي. بالسلامه طبعا، انت عندك ال- ودعاء أنا- اللي أنا- بيحبوكي كبير.